بيبتدي الفيلم مع عربية بتنقل عفشها وبتفتح واحدة باب العربية عشان ترمي لعبة للقطة على الأرض. ولما بيجري ورا اللعبة عشان يجيبها بيلف يلاقي العربية سابته ومشيت عشان يفضل واقف زعلان ومش عارف يعمل ايه. ويرجع بقى ساندر عشان يجري ورا العربية بس مش بيلحقها عشان يعرف انه خلاص بقى تايه ومحدش هيرضى ياخده تاني. ولما بيقف في نص الشارع مش عارف يعمل ايه بتفضل العربيات تعدي من فوقه وهو مرعوب، فبيفضل يجري ويتنطط بين العربيات لحد ما يوصل للرصيف فبيلاقي كلب. الكلب بيقوله انت شكلك مطرود عشان عملت حاجة غلط. فساندر بيقوله ايه رأيك تخليني اجي معاك واعيش معاك، فبيقوله لا طبعا، انت قط وانا كلب هنعيش مع بعض ازاي. فبيسيبه وبيمشي مع صاحبه فبيدن واقف خايف فبيلاقي واحدة جت وقعدت على الرصيف فبيدن ويحاول يتمسح فيها لكن هي بتبعد عنه لحد ما بيوصل للاتوبيس بتاعها فبتركبه وبتمشي. بيفضل ساندر واقف متضايق لحد ما بيشوف قط اسود بيتمشى فبيجري وراه. ولما بيوصل بيلاقي ان في مكان جميل شبه القصر جميل وعمال يتفرج على كل حاجة فيه وعلى الشجر لحد ما بيخبط في كلب ضخم فبيفضل يجري منه لحد ما يطلع من الباب اللي دخل منه. ولما يفكر نفسه هرب بيطلع الكلب من فتحة تانية وبيقرر يطارده ويفضل يجري وراه وبيستخبى منه ساندر في المواسير. فلما بيتحرك بيشوف الكلب فبيفضل يجري وراه برضه ساندر مش عارف يعمل ايه وهيروح فين. بيوصل ساندر عند مكان شكله مهجور وبيخاف الكلب يقرب منه وبيسيبه يمشي. بيقرر ساندر انه يدخل يشوف المكان ده عبارة عن ايه، بس ما بيوصل للباب مش بيلاقي اي فتحة فيه عشان يبص لفوق وبيلاقي الحمام بيدخل من فتحة في السقف والحل الوحيد ليه انه ينط على الشجرة لحد ما يوصل لاخر الشجرة. بيعرف اخيرا انه يدخل القصر المهجور ولما بيدخل بتتقفل الفتحة اللي دخل منها ويفضل يشوف حاجات غريبة مرعبة. يفضل يقع ويقع عليه حاجات لحد ما يقول لا انا هخرج الشارع ارحم فبيحاول يطلع فبتكون الفتحة اتقفلت فبيقول لازم اشوف اهرب منين. ولما بيحاول ينزل على السلم بيقابل فار اللي بتقدر تجري منه وهي مصممة ان هو عايز يقتلها لحد ما بيوصل لباباها اللي بيمسك مغرفة وبيقوله انت عايز تقتل بنتي ليه وبيطرده من البيت. لما بيطلع بره بيلاقي الدنيا تلج فبيستخبى جنب الصرف والهوا بيشد شوية فبيقع فبيخش جوه البدرون بتاع نفس القصر المهجور فبيسمع اصوات فبيبص يشوف لقى واحد بيصلح لمبه وبيسميها اديسون ولقى عنده حيوانات كتيره مربيها وواقف استخبى ورا الباب. فبيخبط الباب بقى وبيخبيهم بسرعه بيقول مين اللي عايز يفتح الباب بالعافيه اكيد حرامي. لما بيفتح الباب بيلاقيه ابن اخوه اللي اتحط في الصندوق السحري فبيقول لعمه سيبك من الهبل بتاعك ده اللي كل مره بتعمله معايا. ولما بيطلع له لار بيقول انا جايلك عشان انت اتاخرت في دفع الفواتير وكمان عايزه اعرض عليك تبيع البيت البايظ ده اللي انت عايش فيه. فبيفضل بقى يعطس وبيقول لعمه انت شكلك عندك قطه فبيقول له لا مفيش حد هنا. فبيمشي بقى دان وبيطلع ساندر اللي كان مستخبي فبيمسكه لارو بيقولوا ان النهارده هربيك معايا. بيعمل له حفله استقبال بمناسبه انه انضم جديد فبيلاقي ساندر بقى بيت جديد مع راجل بيحبه. معظم الحيوانات بقى مش طايقاه وما بتخلص الحفلة فبيقابله لاري فبيحكي له قصة قبل ما ينام وبيفضل يقول له انا بعمل خداع سحرية عشان كده انا عندي كل اللعب دي والحيوانات ديت. فوسط ما هو بيحكي بيروح في النوم بيوصل جارلي بقى وماجي وبيقولوا لساندر انت قلت لئيم وبعد ما كان الراجل ده بيحبنا احنا جيت انت عشان تبوظ حياتنا وتخليه يحبك اكتر مننا فانت عندك مولى لحد الصبح لو مشيتش من نفسك احنا هنعرفك احنا مين. فبيقول لهم ساندر انا ما عملتش حاجه هو بيحبني. تاني يوم لما بيصحى لاري بيحضر شنطته وبيلم فيها كل الحيوانات والحمام بتاعه وبيلبس بدله وبيقول لساندر خليك انت قاعد هنا في البيت لحد ما نرجع. بيسعى للقط ويفضل باصص له لحد ما بيقول له لاري خلصت على اللي معايا انا هحط لك بيت جديد في السن بتاعي وبياخده معاه على العجله عشان يروح بيهم المستشفى القريبة منه. لما بيدخل على الأطفال بيقول لهم أنا النهاردة محضر حاجة جديدة هتعجبكم وبيفضل يلعب معاهم لحد ما يقول لهم دلوقتي وقت العرض وبيحط ترابيزة عشان يطلع عليها صندوق وبيقول لهم أنا هطلع دلوقتي الأرنب من القبعة بس بيفضل يضحكهم ويعمل نفسه مش عارف فين الأرنب لحد ما بيطلع ساندر مكانه عشان الأطفال تقول الله ده شكله أحلى من الأرنب بكتير واحنا عايزينك تجيبه معاك تاني. فبيتضايق جاري وزيادة وبيقول بقى كده القط ده زودها قوي احنا لازم نخلص منه. وبعد ما بيخلص لاري الفقرة بتاعته بيجمع كل حاجة في الصندوق تاني وبياخد العجلة عشان يحط ساندر فوق الصندوق وبيمشي بيهم على الطريق وبيقول جيري دي فرصتي انا لو ضربت الصندوق ده هيقع القط الغبي ده في الشارع ومش هيعرف يرجع البيت تاني. لكن مش بيقدر يضرب الصندوق عشان تقيل. ماجي بتقوله ما تزعلش نفسك وبتديله قلم يفضل يضرب بيه
ساندر لحد ما بيفضل يتحرك يمين وشمال لحد ما لاري يفقد السيطرة على العجلة وبيعمل حادثة ويقع ساندر على الأرض. لما بيفوق ساندر بيلاقي الكلب اللي قابله زمان واقف، فبيقوله انت قط شقي وكنت هتموت الراجل العجوز اللي ملوش ذنب ولا عمل لك حاجة. فبيسأله ساندر عن اللي حصل، فبيقوله الكلب ان الراجل رجع بيته تاني وقاله انا بقيت كلب من غير صاحب وهاجي معاك عشان اساعدك. وبيفضل ماشي مع ساندر لحد ما بيلاقيه داخل على البيت المهجور، فبيقوله انا بسمع ان البيت ده بيتعمل فيه سحر اسود وفيه ارنب مجنون، فادخل انت وانا هفضل بعيد. في الوقت ده بيكون لاري نايم في المستشفى مش قادر يتحرك، فبيدخل عليه دان وبيقوله انا لقيت لك مكان حلو تعيش فيه، هروح اجيب العقود عشان تقدر تمضيها. ولما بيسمع الحيوانات اللي في صندوق الكلام ده بيهرب لحمامتين عشان ترجع بسرعة للبيت تحذر اللي فيه من دان وانه عايز يلبس عمه بيت جديد عشان ياخد القصر. بيوصل دان عشان يمضي لاري اللي مش حاسس بحاجة وبياخد معاه الصندوق عشان يرجعه للقصر المهجور تاني. وبيشوف ساندر في اتنين جايين يشتروا القصر، وبيقول حمام تورنتو ورموا عليهم حاجة عشان الناس دي تتضايق، فبيقولوا لدان احنا مش هنيجي المكان المقرف ده تاني. وبعد ما يخلصوا من دان بيقف جاري عشان يقف لساندر انت السبب في كل ده وكنت هتقتل الراجل. فبيقولوا القط انت كذاب، انت السبب في كل ده لما حاولت تطفشني. فملقاش حد واقف في صفه غير اديسون، فقال لهم ما ينفعش تطردوني عشان دان عنده حساسية من القطط بس كده سهلة. وبيروح حاطينه في قفص وقافلين عليه عشان ما يعرفش يتحرك من مكانه. ويفضل ساندر واقف زعلان وبيقول لنفسه زمان دلوقتي لاري متضايق مني. بس بيوصل اديسون عشان يقوله انت خلاص واحد من العيلة ومحدش بيكرهك ولا حاجة وسيبك من كل اللي انت بتسمعه ده. تاني يوم بتوصل ساندرا اللي هي صاحبة الكلب شوجر، فبتقول لدان وريني بقى البيت اللي انت عمال تقولي عليه ده عشان انا عايزة اعمل صالون للشعر فيه. فبيفضل دان يعمل لنفسه رايق وبيلعب مع كلب، لكن شوجر بيعضه. والمرة دي بياخد دان باله عشان يطلع شمسية عشان خطة الحمام تفشل، وبيقولهم جرى انا عندي حل تاني الخطة البديلة الماجي تهجم عليها وساعتها هتخاف تيجي. لما بتدخل سندرة للقصر بيفضل شوجر مرعوب وعمال يجري وهو بيقول فين القط الغبي ده اكيد اتحول لفار ولا حاجه. بيقف دان بره عشان الحساسيه وبيقول لساندرا انت لو احتجت حاجه قوليلي وانا هساعدك. ولما بيكمل شوجر جري بيشوف ساندر محبوس في القفص، فبيقوله ساعدني، فبيقوله امسك في ديلي وانا اعرف اطلع نفسي من هنا. دان واقف بقى بره عمال يشوف القط فين، فبيشوف الكلب وهو بيساعد القطه، فبيقول البيت ده باين عليه ملبوس بجد ولا ايه. ولما بيقع ساندر على الارض بيتفتح القفص وبتسمع ساندرا الصوت فبتترعب وبتطلع تجري وبتقع على السلم وتقوم تقول لدان انا مش هاجي هنا تاني. وفي الوقت ده بيهرب ساندر، ولما بيحاول دان يمسكه بيمسك شجر بداله، فبتفضل ساندرا تضرب فيه وتقول له اوعى تلمس الكلب بتاعي تاني. بيقف جاري بقى عشان يقول لماجي انت البطل اللي انقذتينا ومن النهارده احنا مش محتاجين القط ده تاني، كل ما حد يجي انت تقدري عليه. فبتتبسط ماجي ان الموضوع جه اصلا حظ معاه. وبيروح بعدها ساندر للاري اللي مش زعلان منه وبياخده بالحضن، فبينبسط ساندر وبيرجع القصر المهجور من جديد. والمرة دي بيلاقوا فيه مصور ومراته وهما اللي عايزين يشتروا البيت. ولما بتروح ماجي عشان تخوفه بيمسكها الراجل ويحطها في برطمان ولكن حصل حاجة. وبيقف ساندر واديسون عشان يستنوا بقى مراته تدخل المطبخ ويروحوا مشغلين الخلاط في وشها وبيرموا عليها بانكيك لحد ما تترعب وتهرب وبتقول لجوزها انا لا يمكن اقعد هنا خالص. فبتترعب وبتهرب من البيت وبتقول لجوزها انا لا يمكن اقعد هنا دقيقة كمان. ولما بيزهق منهم دان بيقول انا عارف ايه الحل، فبيبعت اتنين ينظفوا البيت ويرموا كل اللي فيه. فبيكون ساندر مستعد وبيعمل خطة عشان يرعبهم ويفضل يطلعهم صور واشكال غريبة لحد ما يهرب الاتنين. وبيقولوا القصر ده طلع ملبوس بجد ولا ايه، فبتبقى نجحت خطتهم. والمرة دي صاحب الفضل هو كان ساندر بعد ما رفض الأرنب والفار ان هما يساعدوه. ويوصل دان عشان يلاقي اللي كان باعتهم راجعين بيجروا ويدخل القصر يشوف ايه اللي حصل، فبيلاقي الدنيا مقلوبة من اللي حصل من القط. بيكون الأرنب واقف متضايق من اللي حصل عشان يضرب صاروخ على ساندر. ولما بيبص دان على مكان الصوت بيشوف القط بيقول انا عارف ان انت السبب كل المصايب اللي بتحصل دي، وبيطلع يجري وراه على السلم عشان يمسكه بس بيفضل يعطس ويقول له انا همشي دلوقتي بس هرجع لك تاني ومش هسيبك تفلت باللي انت بتعمله ده. بنروح بقى للمستشفى عشان نشوف لاري اللي قرب يطلع من المستشفى، وبتقوله الممرضة انت خلاص بكرة بالكتير الدكتور هيكشف عليك
عشان تروح الجزيرة اللي ابن اخوك جابلك بيت فيها. لاري بيفضل يقول لا انا مش هتحرك من بيتي، وازاي ده بيحصل وامتى. وبيكون ساندر نايم لحد ما بيشوف اديسون ان في حد على الباب، وبيجري على القط يصحيه عشان يهجم على دان. بس المرة دي بيكون لابس بدلة تخليه ما يتأثرش بالقطط، ومعاه بندقية، وبيقول لساندر انا هعرفك غلطتك دلوقتي. وبيفضل القط يهرب منه وهو عمال يضرب عليه نار لحد ما يزنق في الحيطة ويقع عليه صندوق. ويفكروا دان خلاص ان هو مات وخلص منه. بتكون العاب السحر واقفة تتفرج على اللي بيحصل وهي خايفة على ساندر. وبينزل بعدها دان وبيقول خلاص من النهاردة مفيش عطس تاني ولا حساسية من القط الغبي ده، لحد ما بيكعبل وبيقع على السلم. لما بيقوم بيلاقي كل الألعاب متجمعة حواليه وعمالة تهجم. فبيقول ايه ده، ايه اللي بيحصل ده، مش حقيقي. فبتمسكه الألعاب وبتضربه لحد ما بترميه برا البيت. ولما بيطلع برا بيلاقي الونش اللي جاي يهد البيت وصل. فبيقول مش مهم، حتى لو الألعاب الغبية دي جوه البيت انا ههد البيت عليهم عشان يبقوا يهجموا عليا تاني. وفي المستشفى بيكون الدكتور عمل فحص للاري وقال له انت لازم تقعد معانا عشان رجلك لسه قدامها شويه. فبيقول لهم لاري انا لازم ارجع عشان انقذ بيتي. وبيساعدوا طفلين وبياخدوه معاهم في العربيه بتاعه الاسعاف وبيرجعوه البيت القديم وهو مرعوب من سواقتهم. وبيرجع دان عشان يسوق الونش، وبيفضل يقول هو مش راضي يتحرك ليه، البتاع المقرف ده ومش عارف يتحكم فيه، لحد ما بيفهم هو بيشتغل ازاي. وبيهد الحيطه بتاع البيت فبيقع الصندوق ويطلع ساندر من تحته. بيوصل لاري عشان يقول لدان انت باين عليك اتجننت، انت بتعمل ايه. فبيطلع دان العقد اللي كان خلى لاري يمضيه، وبيقول انا اللي بعمله ده قانوني وبموافقتك، فابعد عن طريقي عشان ما اذيكش. وبيقف ساندر عشان ينط على كرة الونش اللي عمالة تخبط في البيت وبيفضل يجري عليها. فبتنزل ماجي على السلك لحد ما بتطلع في الكابينة اللي دان قاعد فيها. فبتفضل تشغله شوية بس بيمسكها وبيرميها برا. وفي الوقت ده بيوصل ساندر لجوه الكابينة فبيشوفه دان وبيترعب عشان الحساسية اللي عنده، وبيجري برا الونش وهو عمال يعطس ومش قادر يتنفس. فبيقول لاري احنا مش عايزين نأذي حد وبيطلب له الاسعاف. وبعد اللي بيحصل ده بيوصل ماجي وبتصالح ساندر، بتقول احنا غلطنا لما حاولنا نطردك. وبيرجع بعدها لاري عشان يعمل السحر بتاعه. بعد اللي بيحصل ده بتروح ماجي عشان تصالح ساندر وبتقول له احنا غلطنا لما حاولنا نطردك من البيت. وبيرجع لاري بعد كده يعمل السحر بتاعه تاني عند البيت. وبيروح شجر يقول لهم انا كمان عايزه اشارك معاكم، بس بيقول له جاك استنى لحد ما اخلص الفقره دي مع ساندر اللي بقى صاحبي. كده خلص فيلمنا النهارده، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب للقناه عشان يوصلكوا كل جديد.